بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. وصفتنا لها اليوم راح تكون شوربة العدس التركية اللي بطريقة واحد الشيف تركي وتبعتها خطوة بخطوة كما دارها. وأهم خطوة هي هاد العدس يليق تغسليه وتعاودي تغسليه وتعاودي حتى يبيض الماء، يولي عندك بيض شفاف، يخرج شفاف، يتنحى كامل هذاك العميضه باش تجيك شوربه من اروع ما يكون، وما تجمدش حتى وتبرد وتحطيها في الفريجيدار تقعد حتى الغدوه من داك تقعد هكذاك. وهذاك هو القوام اللي كنت نحوس عليه وجيت نشاركه معاكم. كيفاش حضرها هاد الشيف؟ يعني هذه شوربه كي جربتها بطريقته ولات معتمده عندي وجامي نبدلها. خديت قدره، حطيت فيها 4 مغارف زيت، ودرت 2 حبات بصل متوسطين، واذا كان عندك كبير ديري حبه كبيره. ديري لهم الملح وفلفل الكحل وخليهم يتقلاو حتى يولوا بهذا اللون، ياخذوا هذا اللون الذهبي كما كتشوفي. يحبط شويه البصل باسكو هذاك اللون، هذاك الماء تاع البصل وكامل هذا التحماس تاع البصل يزيد في البنه. ومن بعد تاخدي حبه زروديه وحبه بطاطا يكونوا متوسطين الحجم وتزيديهم. وهنايا الكميه تاع العدس هو بول ولا مخفيه ولا غرفيه، كيفاش كل واحد كيش يسميها، اللي حكمتها غسلتها مليح واحد 6 خطرات ولا 7 حتى ولا عندي الماء ابيض. وضفت تاني 4 فصوص توم، يكونوا الفص يكون كبير. ومن بعد زدت الملح اللي هي ملعقه صغيره، ودرت هنايا راس الحانوت والكركم. اللي ما تحبش راس الحانوت تقدر تعوضوه بالكمون. هو دار الكمون صراحه وانا بدلت الكمون ودرتو راس الحانوت، نحب هذاك راس الحانوت تجي المرقه به بنينه. ودرت فلفل الكحل زدت كميه، وهنايا ملعقه ماشي مملوءه مليح تاع طماطم مصبره. نقلي كلش مليح، نعطيه حقه في تقليه. قليه هكايا، قليه مليح مليح، كل مره تحركي باسكو هذا العدس تمتم يلصق. نقصي عليه النار وقعدي تقلي فيه واحد 10 دقائق. ومن بعد تجيبي ما سخون، يكون سخون هكذايا يغلي ومرقي. قيمه الماء هنايا هي 1-2 لترات. بعد ما تمرقيها غطيها وخليها طيب. مده الطهي تاعها من 20 حتى نصف ساعه، ماشي كتر. هنا عندك غير زروديه اللي راح تاخذ لك شويه الوقت، سينو كل البطاطا البصل والعدس يذوبوا تمتم. هنايا بعد ما جازت هذيك النص ساعه وطابت الشوربه ديالي، جيت ميكسيتها. هنايا خديت الميكسور البرا ميكسور وميكسيتها كما راكم تشوفوا. هنايا حبيت برك ملاحظه، هو الشوربه هذه حضرها دار لها زيت زيتون 4 مغارف زيت زيتون اللي طيب بهم. انا طيبتها بزيت نباتيه، ما حبيتش نطيب بها زيت زيتون وزيت زيتون ضفتها مع الاخر. حطيت هكذا فنجال زيت زيتون كما كتشوفي هنايا. واللي يحب يدير في الطبسي ديالو، واللي ما يحبش ما يديرش. هنايا هاوليك القوام تاعها تاع الشوربه كيفاش يجي. وتقعد هكا تقيني حتى الغدوه من داك تقعد هكذايا. وهنايا تقدميها برشه تاع نعناع يابس وزيت زيتون واسمو هذاك فلفل عكري حلو. اسرع شوربه وتجي بزاف بزاف بنينه في رمضان، هذه هايله خفيفه وتبدلي تانيك، وفي الايام العاديه تانيك ولا غير هايله سورتو في البرد. يعني كما قلت لك سريعه تمتم كي تكوني عجزانه وحابه ديري سوبه ما عليك غير بهذه تجي من اروع ما يكون. هنايا برك التقديم كما تقدري تستغني عليه. هاوليك زيت زيتون رشيتو انايا من الفوق باش نضيفوا لها برك هذيك اللمسه اللي دارها هو في الطبق ديالو. كانت هذه هي الشوربه التركيه اللي مديتها لكم كاع بالاسرار ديالها. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك، وبقاو على خير في وصفات ما خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى
وبركاته.